وعي طاقم الفرقاطة السعودية وقف أمام درب مخطط عناصر الحوثي ومنعهم من إتمام عمليتهم كما كان مخططا لها. العملية استخدمت 4 زوارق صيد، 3 منها معدة للتفجير، خرجت من شاطئ الطائف جنوب ميناء الحديدة ذاهبة لتنفيذ الهجوم قبالة الميناء. كل زورق أوكلت له مهمة محددة. الزورق الأول الذي يعتبر مركز القيادة وتصوير العمليات الانتحارية يحمل 3 عناصر، أحدهم إيراني بحسب المعلومات الأولية. الزورقان الثاني والثالث حملا 6 عناصر مسلحين مهمتهم الاقتراب من الفرقاطة وطلب المساعدة من طاقمها، ومن ثم إطلاق النار عليهم ومحاولة التفجير. أما الزورق الرابع فيتوقع بأنه كان مجهزا بمواد متفجرة من نوع TNT وبطاريات تفجير، وعلى متنه عنصران مسلحان نفذا الهجوم الانتحاري. الخطة التي كان من المفترض تنفيذها هي تفجير الزوارق ال3، لكن وعي طاقم الفرقاطة لاقترابها منعهم من تنفيذ خطتهم كاملة، حيث حذرهم من الاقتراب. بدأ إطلاق النار فردت عليهم الفرقاطة. تم تعطيل زورقين وقتل من فيها، وقتل الانتحاريان في الزورق الثالث قبل أن يتم التفجير عن بعد. أرفد الجنابي، العربية.